مواجهة نارية ما بين النادي الأهلي والبنك الأهلي. عماد النحاس بدأ بتشكيل بيقول إن الراجل ده ذاكر طارق مصطفى وذاكر البنك الأهلي. عدم اعتماد عماد النحاس على عمرو السولية من البداية بيقول إنه ذاكر البنك الأهلي بشكل واضح جدا، لأن البنك الأهلي عنده خط وسط بيمتلك عناصر قوية وسريعة وعندها كوره وبتزيد وبتكمل في الهجمات وبتقدر تسجل من الزياده دي، وتقدر ترجع لهدف محمد ابراهيم في مباراه بيراميدز وتشوف ان محمد ابراهيم لما زاد وعدم وجود مهند لاشين اللاعب رقم 6 المدافع القوي الشرس في استعاده الكوره والتغطيه على الناس اللي بتزيد من منتصف الملعب علشان تقدم اسهامات هجوميه، الراجل ده لما غاب وفي وجود محمد ابراهيم قدر محمد ابراهيم يسجل هدف اربك حسابات يوريتيتش واربك حسابات بيراميدز، وبالتالي الماتش كله راح في اتجاه البنك الاهلي وخلص 4-2. هنا وجود اكرم جنب مروان كان مهم جدا على الرغم من وجود الاثنين دول، الا ان النادي الاهلي خسر من نفس المكان وبنفس اللعبه اللي حصلت في الهدف الرابع للبنك الاهلي امام بيراميدز، لما سيد نيمار نفس اللاعب جه من ناحيه الشمال واخترق ولعب الكوره لياو النور نفس اللاعب ولف بالسيرد باك وحطها في الزاويه اليمين للحارس المرمى الشناوي، حطها في الشناوي بيراميدز وحطها في الشناوي الاهلي. وده بيقول ان احنا عندنا فريق عنده فكره قادر على تنفيذها، على الرغم من اني كراجل اهلاوي متضايق جدا من كون احمد نبيل كوكا ومروان عطيه واكرم توفيق ما قدروش يفسدوا هذه الهجمه المكرره من البنك الاهلي. ده بيقول ان عماد ذاكر ولكن اللعيبه ما حفظتش، وده بيقول كمان ان احنا عندنا لعيبه محتاجه تركز لاخر ثانيه، ومش المفروض خالص ان النادي الاهلي هو الفريق او عناصره هم العناصر اللي لما بتتقدم بهدف بتحس انها اطمنت وتريح وتطفي المكن علشان يجي فريق محترم زي فريق البنك الاهلي يأذيك ويسجل هدف كان ممكن يضيع عليك الدوري او على الاقل يصعبه عليك بشكل واضح وصريح. عماد النحاس عمل اللي عليه ولاعيبه نص الملعب وكوكا ما عملوش اللي عليهم. كوكا انا بعذره في بعض الاحيان علشان بيلعب في مركز غير مركزه، ولكن بلومه جدا في مباراه الامس لان كل باصاته كانت مش احسن حاجه، كان عنده ميس باص كتير جدا، كان بيحط مصطفى العش في التحامات دايما بباصات قصيره وكان بيعمل ربكه شديده في الدفاع، وطارق مصطفى كان عارف ان هو الثغره هنا ناحيه الشمال، فلعب بسيد نيمار اللي لعبه قبل كده كبديل لعبه كاساسي علشان يحاول يستغل الثغره، وفعلا استغل الثغره وفعلا استقبلنا هدف. الامر اللي بالنسبه لي انا كراجل بيخش في تحاليل الكوره متضايق منه جدا. انت عارف لما تقول لابنك امشي على الرصيف علشان مفيش حاجه تخبطك فيقرر ينزل من على الرصيف ويجي واحد بعجله ولا موتوسيكل يخبطه ويتعور، التعويره ما اثرتش كتير الا انك بتكون متضايق منه جدا لانك حذرته مش لانك بتكرهه. الامر اللي بيخليني اقول للاعيبه النادي الاهلي علشان خاطرنا كجمهور النادي الاهلي وعشان خاطر التيشيرت اللي انتوا لابسينه ركزوا بنسبه 100% لمده 90 دقيقه، لان انتم مش متخيلين حجم تاثيركم على عدد كبير جدا من الشعب المصري. تاثيركم على الناس دي هو انهم بيباتوا فرحانين او بيباتوا زعلانين. الكلمه اللي بياخدها علينا من الزملكاويه وبيحاولوا يقولوا ان الدوله بتحاول تراضي النادي الاهلي علشان جمهوره كبير فالشعب يبات مبسوط، وكلام فارغ مش هنخش نرد عليه. ياسر ابراهيم انا بعتبره ايقونه هذه البطوله. البطوله دي ليها منعطفات كتيره قوي، زي هدف احمد رضا في مباراه بيراميدز والتعادل، زي هدف بن شرقي في مباراه حرس الحدود، زي اهداف كتيره كسبنا بيها في اواخر دقائق. ولكن ياسر ابراهيم في اخر 5 مباريات مرحله الحسم دي بتحتاج تركيز كبير جدا ولعيبه عندها شخصيه قويه جدا، خاصه لو كان واحد زي ياسر ابراهيم اللي للاسف حظه كان عسر جدا في مباراه صن داونز، وبغلطه او بسوء توفيق الكره خبطت في رجله ودخلت جون وخرجتنا من بطوله افريقيا، بدل ما نلعب نهائي خرجنا من قبل النهائي. ولكن عندك ياسر ابراهيم علشان لاعب عنده شخصيه قويه جدا بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن ان كوره ياسر ابراهيم قليله، الا انه راجل حقيقي في الملعب. شال كوره من على خط الجون في مباراه بتروجيت بعد خطا جسيم من الشناوي، وشال كوره من على خط الجون في الدقيقه 96 برضو في مباراه سيراميكا المباراه اللي فاتت،
وجه في مباراة البنك الأهلي علشان يتواجد في مكان غريب جدا على سيرد باك إنه يتواجد فيه في الدقيقة 96 وفي كرة من اللعب المفتوح، يعني مش كرة ثابتة، يعني الكرة دي مش فاول النادي الأهلي هيرفعها فمطلعين السيرد باكات وكل الناس الطوال عشان نستفيد بأطوالهم. لا، احنا لقينا السيرد باك بتاعنا بيجري بيقطع جوه ال 18 علشان ياخد عرضيه ممتازه من مروان عطيه اللي هنجيله بعدين لانه هو سبب في الهدفين، علشان ياخد العرضيه دي ويريحها لوسام ابو علي اللي برضه ربنا بيكافئه على مجهوده عشان يسجل الهدف. بيكافئ ازاي ربنا وسام ابو علي على مجهوده؟ وسام ابو علي في اللعبه اللي قبل دي تحديدا الكره كانت على النادي الاهلي واتلعبت طويله اتشتتت، ووسام بيجري من 18 النادي الاهلي لغايه لما ضغط على دفاع البنك الاهلي وحارس مرماه بمفرده وخلى الكوره تخرج غلط علشان ناخد الكوره ونروح باخر هجمه، الهجمه اللي دخل منها الهدف. ربنا كافئ ياسر على تركيزه واخلاصه ومحاولاته وايمانه ان النصر ممكن يجي حتى في اخر ثانيه. ربنا كافئ اسامه ابو علي على ضغطه واخلاصه وانه قال لنفسه طول ما انا واقف على رجلي انا هضغط واعمل اللي عليا وان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقني. ربنا كافئ واحد زي مروان عطيه كان سبب رئيسي في الهدف الاول بالكوره المفتاحيه او البري اسيست. للناس اللي بتحب المصطلحات، البري اسيست بتاع الهدف الاولاني بانه غير اللعب بكوره طويله فيها جرأه شديده جدا، لعب كرة طويلة نقل بيها النادي الأهلي من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، راحت لبن شرقي اللي أحسن استلامها وسلمها لإمام عاشور بأسيست ممتاز علشان إمام يقول لمهارته وموهبته اللي ربنا اداها له يلا بقى نسجل الهدف الاولاني ويسند بيمينه ويحط بشماله في اقصى الزاويه اليسرى، الزاويه التي يسكنها الشيطان. اما الهدف الثاني فالبري اسيست او الكره المفتاحيه برضه من مروان عطيه اللي لعب كره في العمق عشان يريحها ياسر لوسام نسجل بيها وناخد اهم 3 نقط في الدوري عشان نقرب جدا 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 من التتويج الرائع لموسم رائع بريمونتادا مذهله ممكن تتسبب في مشاكل نفسيه وصحيه على الجانب الاخر من النهر عند اخواتنا. طارق مصطفى اثبت انه حقيقي مدرب جيد ومتطور وجاي في السنين الجايه، واتوقع ان الراجل ده هيمسك منتخب مصر وهيعمل بيه نتائج ممتازه ومذهله اذا ما استمر على هذا. طارق مصطفى حقيقي مدرب قوي الشخصيه، عنده فكر، بيشتغل على نفسه، عنده افكار، ما بيخافش من حد، جريء، ودي حاجه تحسب له جدا جدا. الراجل اشتغل قبل البنك الاهلي في المغرب التطواني وكان عامل ماتشات هايله جدا وكان عامل رعب لكل فرق المقدمه وحط المغرب التطواني على مصاف الانديه الكبيره في المغرب. فلما يجي ويلعب بالبنك الاهلي هذا الاداء الممتاز بقاله اكتر من سنه نقدر نقول ان طارق مصطفى مدرب حقيقي ده بيقدر يشتغل بافكار مركبه وبطريقه تكتيكيه بتعتمد على التحولات اكتر ما بتعتمد على الهجمات المنظمه، ولكن تحولات منظمه جدا محفوظه جدا بتعتمد على مهاره لعيبته. عنده القدره والامكانيات في اللعيبه اللي تعمل ضغط عالي على دفاعات ما بتعرفش تخرج بالكره بسهوله، بيقدر يكون فريق مؤذي لفرق المقدمه، فريق عنده قدرات هجوميه اقوى كتير من انه يكون مجرد فريق في منتصف الجدول. وانا بقيم طارق مصطفى حطيت الانتباه على جنب، لا انا شايف انه زملكاوي ولا انا بقيمه كاهلاوي، ولكن انا بقيم مدرب كوره بعين راجل بيحب الكوره. الكوره اللي بيقدمها البنك الاهلي كوره حقيقي تحترم، هي دي الفرق اللي لما الاهلي يكسبها احس ان الاهلي عمل انجاز. مباراه البنك الاهلي بالنسبه لي انا كانت اهم مباراه في الدوري وكانت مباراه مفصليه حتى من قبل ما يكون الوضع في جدول الترتيب بالشكل اللي عليه دلوقتي. البنك الاهلي عنده عناصر مميزه جدا وعنده مدرب عنده دماغ تقدر تستغل وتستخدم العناصر المميزه دي علشان تطلع منتج ممتاز، والمنتج الممتاز ده اذى بيراميدز والزمالك واذاك انت شخصيا كنادي اهلي في الدور الاول، فكان من الطبيعي ان احنا نعمل له حساب. ومع ذلك تعبنا برضو قبل ما نكسب وكسبنا في الدقيقه 96، الامر اللي بيوري لك ان طارق مصطفى وفريقه الحصان الاسود الحقيقي لهذه النسخه من الدوري العام المصري.